السلام عليكم يا شباب. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد ان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم بدنا طلعنا الفراخ الصغيرة اللي لسه مش مكروشة، طلعناها عشان تتحمم وتاخذ اكبر فرصة على السطح من تنشيرها. زي ما انتم شايفين هي بتتحمم. بداية كلامنا يا شباب، صلوا على النبي واذكروا الله يا شباب، لا اله الا الله. بدنا نطلب منكم تدعمونا باللايك، واللي ما اشترك يا شباب يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصل كل جديد، ولا تنسوا تعلقوا لنا تعليق حلو منكم. انا هيك بحمم حمامي، بحط لهم جاط مي زي ما انتم شايفين، هي قاعدة بتتحمم. بحط لها التحديقة برضو على جنب، وبفتح الابواب. ما بحط فيها لا مي ولا اكل ولا اي اشي، بشرب وانا موجود عندها، وبطعمي وانا موجود عندها، بحيث انه ما يضل اكل على الارض مثلا او مي تضلها موجودة على السطح وانا مش موجود على السطح، عشان ما ينزل لا بري ولا عصفور. هذول اكبر عدو للحمام، هذول فيهم كل الامراض الموجودة في الدنيا. راح تعدي حمامك اذا طلع البري على سطحك وشرب من المي تاعت الحمام، هذا اكبر غلط. فنصيحة لكل واحد بيطلع فراخ على السطح، الفراخ أهم إشي. بدي أنصح نصيحة للشباب اللي بكشوا، اللي بيطلع حمام فراخ بتصاصي لسه مش مكروشة، تطلع فوج واحد. ونصيحة ما يطلع ولا مع كبير ولا مع صغير، أعطيه حصته لحاله، خليه ياخد راحته لحاله على السطح. ما تحط معاه لا طير كبير ولا طير صغير في التنشير. كبداية في التنشير قبل الكرش ما تحط معاه ولا اشي، خليه يضل متنشر على السطح لحاله، ياخد راحته لحاله بدون ما تحط معاه ولا اي اشي من الحمام الكبيرة. لهيك الحمام بتتعب من، يعني بس تطلعها بتصير تتعب، عشان انك بتحطها مع حمامة كبيرة وبتخليها تشرب من ميتها وتاكل من اكلها وتنام معها. في ناس يعني ما في عندها مكان، بس يعني انا بحكي نصيحة عشان ما تخسر فرخك، مش لازم تخلطه مع الحمام الكبيرة، هذا اهم اشي. والحمام مرتين في الاسبوع بتقدر تحممها، يعني بفصل الصيف مرتين في الاسبوع حمم حمامك، بتضلها نظيفة محافظة على حالها. الطير بضل خايف انه يتوسخ، ببعد عن الوسخ. بضل محافظ على صحته، على نظافة ريشه. والحمد لله هاي الفراخ ان شاء الله هي جاهزة للكرش. انا متأخر عليها شوي في الكرش، بس مش مشكلة، ان شاء الله الايام الجاي راح اطلعها عشان اكرشها مع كم طيرة عشان تاخذ مطار لحالها. اللي بده يتعلم يا شباب الكش من البداية فيتابع سلسلة، آه، يتعلم كيف تكش حمامك من الصفر للمبتدئين. ان شاء الله هاي راح تكون حلقتنا الثانية. وزي ما انتم شايفين انا مش راح استعجل على الحمام، راح ارجع ابلش معها من الصفر عشان اقدر احكم على فرخي واخليه متنشر قد ما بقدر على السطح ليحفظ السطح. اهم شي الفرخ يحفظ ارجاء سطحك، هذا اهم اشي. بعد هيك كل اشي بنحل. يعني الطير اذا شال حاله وفز يعني قام ورجع حط، الطير خلص يعني باذن واحد احد ما بيروح عند جيرانك بالمرة. بضل خوفة انه انت لما تدز الفرخ انه ينقطع منك وهو صغير برا. وهنا بتصير في شغلة يعني حظ معك، انه انت داز الحمام وبتتمنى انها ما تخلط في حدا
عشان الحمام بس تكشف تروح تاخذ ممشى وترجع، تاخذ ممشى وترجع. وهذا احسن اشي للحمام. زي ما شفتوا امبارح كنت على الفيديو دزيتها، بعد ما خلصت الفيديو رديت حاولت يعني دزيتها كمان مرة، وكنت مطلع معها المسود ومطلع معها اليهودي الازرق، ومشت الحمام راحت راحت قابت كمان نص ساعة، بس الجو كان براد والناس كلها كانت بتكش، فأنا ما كنتش حاب هذا يعني إني أخلط في حدا. حاولت أرجع الحمام على قد ما بقدر عشان أنزلها على السطح عشان ما تخلط في حدا، عشاني بعرف الفراخ لسه جاهلة، بس أنا بحب أخليها تاخذ ممشى وهي صغيرة عشان ما تتعود أول ما تطير تضلها تلف حوالين البيت. لازم، انا بحب الحمام تطلع من الخشة مباشرة تطلع على السماء تضلها ماشية، ما توقف، ما تخلط في عندي في الحارة خلاص. ما يعني حتى لو جاري كش علي ما ترد الحمام عليه، تضلها ماشية. يعني ما يعني بدكش اياها حمامك تعبر حد في الحارة، خلاص بتضلها ماشية، بتروح تخلط برا الحارة، بتيجي تعمل اللي بدها اياه. في كمان شغلة أنا بنصح إنه في المية يا شباب اللي بتحمم فيها الحمام تحط تحط خل أبيض مع الحمام، وإن شاء الله في فقرات العلاج راح بورجيكوا إيش بنحط مع المي للفراخ الصغيرة من أنواع الخل عشان تنظفها من جوا، تكون نظيف الحمام برضو داخليا، ما يكون فيها أي أمراض تانية. نضلنا ماشيين معها في الطبيعي. اخر اشي بنفكر فيه العلاج يعني الكيميائي، عشان بنحاول على قد ما نقدر نعالج في الاعشاب، نعالج في المواد الطبيعية. بعدين اذا شفنا الحالة مستعصية بنبلش نعالج في الادوية البيطرية والبشرية لا يطيب الطير. هلا انا فقدت الطير منهم، لقيته ميت او يعني شفته مريض يومين، وحاولت اعالجه الحقه بس ما قدرت. اللي هو البوز المغبر الصغير، اذا انتم شايفين اللي بتابعني هاي البوز مش موجود في الحمام، بس حطيته في الجن ودرت بالي عليه يومين ثلاث، بعدين لقيته ميت للأسف. يعني ملوش نصيب يكمل، الحمد لله. ان شاء الله الله بعوضنا خير بداله، وراح نشوف ان شاء الله هذه الفراخ اذا راح تصمد معنا او لا. في كذا واحد فيهم فز، يعني قام عن الرفصة ورجع حط لحاله، اللي هو اللي عند الباب هذاك، ابن البندوق اللي معشور اللي تحت في الزق، ما شاء الله عليه طالع. عجبني الفرخ هيك غريب شوي، بس انا عجبني يعني رائع شوي. شرع الطير حلاسه كويس، في حلاسه جاي على حمار منيح الطير. والمسود الاحمر زي ما انتم شايفينه اللي كان ملحوق هيو بفز وبيجي، وكرشته نص كرشة تقريبا، او يعني صار يطير وينزل، بس برضه لسه صحته مش معاه عشانه ملحوق. بظني احطه مع كل فراخ تانية ياكل، يعني كل فوج فراخ بيطلع بحطه معها عشان ياكل ويشرب ويضل صحته فيه. زي ما انتم شايفين هاي الحمام لسه هي قاعدة بتلعب وهيك، بخليها على قد ما بتقدر طالعة على السطح، يعني بطلعها مثلا في الجو الحامي عشان تاخذ من الشمس شوي. وزي ما انتم شايفين برضو بحممها، او اذا ما حممتها بترك الابواب مفتوحة وبعطيها تحديقتها، مخليها عندها بنص السطح عشان تستفيد اكتر وتحب السطح اكتر. هسا الطير لما يقعد عندك على سطحك يعني خلاص بكون حب السطح تبعك. لما يحب السطح بصير صعب شوي ينصاد، بصير دورك انت تدير بالك عليه في طيرانه، في الشد عليه. عشان هيك الطير ان شاء الله ما بينضرب، ولازم تدير بالك على حمامك.
اهم اشي. وبرضه برجع بكرر اهم اشي ما تخلي المي على السطح، وما تخلي المي في الخشش. اللي بيحكي لك خلي المي في الخشش لا ترد عليه، عن تجربة انا بحكي لك، عشاني انا جربت والمشكلة هاي تعبتني. اللي يحكي لي في الصيف حرام ما تخلي المي عندها في الخشة، لا حرام تخلي المي عندها في الخشة الصغيرة وبرضه الكبيرة. بتعطيها وجبات، وجبة مثلا الدنيا صيف بطلع عليها 3 مرات في اليوم، بشربها كل خشة، بشربها وبكب ميتها، وبترك المشرب للوجبة اللي بعديها. الخشة الثانية كل خشة فراخ عندي مثلا اللي بتطير إلها مشرب، اللي ما بتطير إلها مشرب، المكروشة جديد إلها مشرب. كل واحد بخلص وجبته بكب ميته، بترك المشرب تينشف عشان على الوجبة اللي بعد ساعتين 3 ارجع احط له مي جديدة واشربه اياها. هذا اشي ضروري كتير تسووه عند الحمام. ولما الفرخ تبلش بدك تكرشه، خلص يعني تحكي خلص الفرخ بده كرش، بتعطيه وجبة فقط بالليل على المساء، بتعطيه وجبته على المساء. لما بدك تكرشه بس بتعشيه عشان الطير يضله خفيف وتقدر تتعامل معاه، ما يضله ماكل على سطحك وبفسد. كل طول ما هو ماكل وشارب وشبعان الطير وكشيته خلص بروح بريح على اي مكان تاني. طول ما هو جعان بضله نشيط وحرك وبده يطير. هو بتحسه بده يطير، خلص بده يمسك مع حمام، بده يطير، بده يفز. فهيك بتنبسط على حمامك. في ناس بتكتب لي في التعليقات انا حمامي الصغيرة بتضلها تفسد شو اسوي فيها؟ ما بنفع، خلص شفتها حمامك صارت تفسد احشرها. اذا كانت بتطير احشرها لموعد بعد المغرب. بعد المغرب تعطيها موعد، بس يأذن المغرب بتفتح عليها بتطيرها راس واحد فقط. بس تنزل الحمام تنزل على عشاها، طعميها نص بطن. ترد ثاني يوم بتطلعها بعد الأذان، بترجع بتعطيها موعد، بتضلك ماسكها موعد أبو 15 يوم. إذا قدرت أكثر ما في مشكلة، خليه ينسى المفسد. مش تحكي لا والله في مثلا في حمام شفتها بدي بلكي حطتها تطلع الطير تخربه، لا ما بنفع. ما بنفع حتى تطلعه الصبح تصير تنشره، خلص طول ما هو بطير عندك وعارف بفسد وبرجع على سطحك. فاذا هو يعني حافظ سطحك وحافظ صار الدور اللي حوالين سطحك. فانت بدك تدير بالك عليه عشان يصير يطلع وينزل عندك، ما تخليه ينزل على اي سطح ثاني. يعني مثلا امبارح البوز لحلس، هلا برجيكوا اياه ثواني. هاي امبارح شفته كسر في الحمام، شايفين وين حاطه؟ هاي عازله لحاله. ها، بنتبه عليه بشوف ايش ماله. هاي مرشح، يعني هاي مرشح بنزل مي من مناخيره، راح ادير بالي عليه. هاي عينيه مدمعات، راح اقطر له، راح ادير بالي عليه عشان يرجع يمشي مع الحمام. انا كنت امشيه ادزه معي هذا، والحمد لله صار في عنا شوية جواز. هيو باضوا هدول وباضوا هدول وباضوا هدول، نضل هدول علي. هاي الطيرة شكلها مش موسعة، راح نشوف شو راح يصير معها، بس هي لسه صغيرة فرخة. واول ما تخلص يعني الحمام من ترويشتها وحمامها مباشرة بتسحب المي بتكبها وبتشيل الجاط عن السطح، بتركلهم فقط التحديقة على السطح. خليكم معي، خليني اشيلها بعد اذنكم. ثواني اشيل المي. وهيك زي ما انتم شايفين هيك شلنا المي، وبنخليها الحمام برضو قاعدة
اطول وقت ممكن، بس لقبل الساعة 4 و5 عشان الجو بصير براد وتصير الحمام تفز. بتخليها جوعانة عشان تقدر تحبسها. يعني انا بنصح انك تخليها جوعانة عشان تقدر تحبس الحمام، وبالذات الفراخ عشان تقدر تمون عليها، تعودها على حبس. ولما تطعميها طعميها جوا خشتها، لا تطعميها برا، عشان الطير ياخذ محبسه لحاله ويفهم انه ما راح بس ينزل على السطح، بده من هو صغير يعرف انه راح ينزل على السطح، ما راح ينزل ياكل على الارض ينقر، راح يظله فايت على الخشة جوا ياكل يتعشى ويبات. لا تطعمي برا الخشة. ضروري جدا انه طيرك ياكل جوا خشتك ويشرب ميته جوا. وان شاء الله تكون يا شباب المعلومات فادتكم، هي شوية معلومات بسيطة، واللي عنده شوية معلومات تانية يضيف لنا اياها على التعليقات. وهيك ان شاء الله وصلنا لنهاية مقطعنا لليوم. بتمنى انكم تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة. اللي ما اشترك يا شباب يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد. وبتمنى برضو ترجعوا تعلقوا لنا اصحاب الخبرات الكبيرة، يفيدوني ويفيدوا غيري في المعلومات. لا تبخلوا علينا في المعلومات، اعطونا اياها عشان نقدر نقدمها للناس. اذا كنت انا ناسي اشي او مقصر في اشي احكوا لنا اياه عشان نحكي للناس، عشان الناس تقدر تطبقه على ارض الواقع باذن واحد احد. وان شاء الله ما نكون طولنا عليكم يا شباب، ورمضان كريم علينا وعليكم. وهاي الايام ان شاء الله تكون فضيلة، وان شاء الله كل واحد بنيته اشي ربنا يحقق له اياه باذن واحد احد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.